السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. اليوم خلاص رمضان قرب يخلص. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض الكعك الفلسطيني. اول حاجة المكونات: معايا كيلو دقيق، معايا 4 معالق حليب بودرة، ظرف بيكنج باودر، رشة على طرف ايديا بطرف ايديا هيك خميرة خبز. معايا هاخد 4 معالق سمسم. معايا شمر وينسون، هذا مطحون، هذا لسه مطحنتوش. معايا نص كيلو سمنة البقرة الحلوب او النوع اللي بتفضلوه. سخنتها، شايفين نصها تحت هي ومش دايب، سخنتها تسخين. اوكي، هذه هي المكونات. كمان معايا كاسة من المغلي الشمر واليانسون، كمان هستعملها في العجن، بس لازم اخليها تبرد شوية. اوكي، هي دي مكونات الكعك الفلسطيني. وطبعا التمر، الحشو هيكون التمر نفس الخلطة اللي سويتها امبارح مع المعمول السوري. نص كيلو تمر، عليه معلقة من الزبدة او السمنة، مع رشة قرفة، واذا حابة بتضيفي رشة حبة البركة، واذا مش متوفر مش اساسي. دلوقتي انا حطيت هنا كيلو دقيق، حطيت عليه رشة ملح سنة عن الرسول، حطيت عليه 4 معالق سمسم، حطيت عليه معلقة صغيرة شمر ومعلقة ينسون صغيرين مطحونين، حمصتهم وطحنتهم. حطيت ظرف بيكنج باودر، وحطيت رشة بسيطة لا تذكر، مش الكيس، هاي الكيس استعملت منه امبارح واليوم كمان، هيك نكشة هيك بسيطة فانيليا بتعطي ريحة. هذه المواد الجافة كلها. بدي احط 4 معالق حليب بودرة، بعد ما حطيت حليب البودرة معايا السمنة. اول حاجة هخلط المواد الجافة. بالنسبة للتمر تبعي هيو حطيت عليه رشة من القرفة والحبة البركة، اذا حابين، مش لازم حبة البركة. هحط هيك معلقتين من السمنة تبعتي الدافية. هنزل بالنص كيلو كامل، شايفين كيف مش كلها سايحة، انا بس دفتها. بسم الله. هبتدي اخلطها توا بالعجانة، هعجنها وبالتدريج هضيف المغلي الشمر واليانسون. بس هشوف الاول السمنة تاعتي شايفين هذا شكل الطحين تبعي بعد ما بسيته بالسمنة. انا ضفت معلقتين سميد، اذا حابين تعطي قرشة خفيفة، اذا حابين مش اجباري. هلا بدي اضيف المغلي على الشمر واليانسون شوية عشان العجينة بتاعتي.
دلوقتي هذا شكل العجين تبعي بعد ما عجنته. شايفين كيف طري، ما بيلزقش في الايد. لازم نغطيه واحنا بنشتغل فيه. وهاي التمر لازم نعمله بالشكل هذا، هيك هيك يكون شكل التمر. اوكي، شوف. اول حاجة هناخد قطع صغيرة هيك، هنفردها هيك. بسم الله. هناخد واحدة من التمر نحطها ونبتدي نسكر هيك بشويش هيك، ونيجي على الفتحة نحاول نبرمها هيك مرة تانية. نعطيها طول هيك، بعدين نيجي نعمل هيك شكل الاسوارة هيك. بنضغط بس هيك العجين هنا من عند الهي عشان ما تفكش. هي شكلها. هعمل واحدة كمان، بعدين هكمل الكمية لحالي عشان ما اطولش عليكم الفيديو. الافضل ان تجهزوا التمر هيك جنبيكم عشان تاخدوش وقت طويل، تكون حاجتكم تكون جاهزة افضل يعني. بسم الله. طبعا انتوا حاولوا ترفعوه ايه شوية هيك. ليش؟ لانه بده ينفش شوية يعني في الفرن، لانه لما تيجي تخبزوه لانه فيه بيكنج باودر. هاي انا هكمل الكمية كلها، بعدين اصور لكم اياه بعد ما يستوي. بتحطوه على درجة حرارة 200 وفوق وتحت مع بعض، وتتابعوه. اول ما يبتدي يشقر خلاص يعني التحميص اللي بدكم اياه وتطلعوه، ما تحركوش الا لما يهدى. هذا شكل الكعك تبعنا بعد ما استوى. شايفين فوق وتحت نفس اللون. اوكي، اتمنى ان انتوا تجربوه. ياريت ما تنسوش اللايك والاشتراك وتفعلوا زر الجرس. كل سنة وانتم طيبين.